السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. المنتخب التونسي تلقى هزيمة قاسية أمام منتخب اليابان بنتيجة 4 أهداف دون مقابل في مباراة كشفت العديد من المشاكل التي يعاني منها نسور قرطاج خلال هذه الفترة. جماهير تونس كانت تنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين، لكن ما حدث فوق أرضية الملعب كان مختلفا تماما. منذ الدقائق الأولى ظهر المنتخب الياباني أكثر تنظيما وسرعة في بناء الهجمات. اللاعبون التونسيون واجهوا صعوبة كبيرة في مجاراة نسق المباراة، خاصة في وسط الميدان حيث فقد المنتخب السيطرة على الكرة في العديد من المناسبات. المشكلة لم تكن فقط في النتيجة، بل في الطريقة التي جاءت بها الأهداف. الدفاع التونسي بدا مرتبكا في عدة لقطات، وترك مساحات كبيرة استغلها اللاعبون اليابانيون بذكاء كبير. كما أن الضغط العالي الذي مارسه المنتخب الياباني جعل عملية الخروج بالكرة أمرا معقدا بالنسبة لتونس. على المستوى الهجومي، لم يتمكن المنتخب التونسي من خلق فرص حقيقية كثيرة. الهجمات كانت بطيئة ومتوقعة، كما أن الربط بين الوسط والهجوم كان شبه غائب في أغلب فترات اللقاء، وهو ما جعل حارس مرمى اليابان يعيش مباراة مريحة نسبيا. هذه الهزيمة تطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل المنتخب التونسي قبل الاستحقاقات القادمة. هل المشكلة في الاختيارات الفنية؟ أم في جاهزية اللاعبين؟ أم أن المنتخب يحتاج إلى عملية تجديد أوسع داخل التشكيلة؟ رغم قسوة النتيجة، يجب الاعتراف أن المنتخب الياباني قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز عن جدارة. اليابان أظهرت مرة أخرى لماذا أصبحت من أقوى المنتخبات الآسيوية في السنوات الأخيرة، بفضل الانضباط التكتيكي والسرعة والفعالية أمام المرمى. أما بالنسبة للمنتخب التونسي، فهذه المباراة يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار. الجماهير التونسية تنتظر رد فعل قوي في المباريات المقبلة، وتنتظر رؤية منتخب قادر على المنافسة وتقديم صورة أفضل لكرة القدم التونسية. الخسارة ب4 أهداف ليست نهاية العالم، لكنها رسالة واضحة بأن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى التكتيكي أو الذهني أو حتى البدني. في النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع المنتخب التونسي العودة بقوة وتجاوز هذه الكبوة، أم أن هذه الهزيمة تكشف أزمة أعمق داخل الفريق؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم كل أخبار وتحليلات كرة القدم. إلى اللقاء.